أهلا وسهلا بكم في تحليل جديد من قناة تحليلك كان إيه تحليل البلاد كولشر تيست أو تحليل مزرعة الدم. ما هو تحليل مزرعة الدم؟ هو تحليل بيتم في المعمل من عينة دم من المريض، بس بسحبها على أنابيب خاصة بغرض الكشف عن وجود بكتيريا أو فطريات في المجرى الدموي عند المريض. ولكن معروف إن الدم عند الناس الطبيعية معقم، يعني مفيش مجال للبكتيريا أو الفيروس فيه إلا في الحالات الغير طبيعية. إذا فكرة إن نلاقي بكتيريا أو فطريات في عينة للمريض معناه إن الشخص ده مصاب بعدوى بكتيرية في المجرى الدموي، أو إنه مصاب بحالة مرضية مهددة للحياة بتسمى اسبيسيس. طب إيه هي أهمية تحليل مزرعة الدم؟ معرفة هل في بكتيريا في دم المريض ولا لأ، زائد معرفة نوع البكتيريا المسببة للعدوى عند المريض. بختبر كمان في التحليل نوع أنتيبيوتيك الأكثر فاعلية في علاج العدوى البكتيرية عند المريض، عشان في بعض أنواع البكتيريا بتكون عندها أنتيبيوتيك ريزيستنس. فبالتالي التحليل ده بيعرف لي إيه هو نوع الأنتيبيوتيك المور effective في علاج العدوى البكتيرية. فلازم تعرف إن إيجابية تحليل مزرعة الدم معناه إن الشخص ده بيعاني من عدوى بكتيرية في المجرى الدموي. طيب إيه هي الأعراض اللي تقدر تقولي إن المريض بيعاني من عدوى بكتيرية في الدم ولازم له تحليل مزرعة الدم؟ أول حاجة وهي حدوث قشعريرة في جسمه. تاني حاجة ارتفاع في ضغط الدم أو انخفاض في ضغط الدم عن الطبيعي. يكون المريض درجة حرارته أعلى من 38 أو درجة حرارته أقل من 36 درجة مئوية. يكون المريض بيعاني مسبقا من التهاب رئوي أو التهاب في الكلى أو التهاب في الغشاء المحيط بعضلة القلب، يعني في مصدر سابق لوجود البكتيريا في الجسم. زيادة غير طبيعية في الهارت ريت عنده. إمتى تعمل تحليل مزرعة الدم؟ أول حاجة لما يكون المريض ظهر عليه الأعراض السابقة، فبالتالي قبل ما حالته تتدهور مطالب مننا نعرف إيه نوع البكتيريا اللي مسببة حالته. حاجة مهمة في تحليل المزارع إن احنا نسحب عينة الدم قبل ما ياخد المريض أي مضادات حيوية. ولكن لو بياخد مضادات حيوية فبالتالي مطالب مننا إن احنا نسحب عينة الدم قبل ما يبدأ الجرعة الجديدة من المضادات الحيوية. وكمان نستخدم هنا نوع ميديا بيكون موجود في البوتل اللي بنسحب عليها الدم، تكون فيها أنتي مايكروبيال نيوتراليزيشن ميديا. كمية الدم المناسبة لتحليل مزرعة الدم مهمة، لأن النمو البكتيري في التحليل هنا، يعني التحليل يدي إيجابي، هيكون معتمد على كمية الدم المسحوبة من المريض. لذلك يرجى الالتزام بكمية الدم. في حالة البالغين مثلا أنت محتاج تسحب 20 ملي دم، وده لأنك هتستخدم 2 إزازة للمزارع، 2 بوتل. هتضيف 10 ملي على الأيروبيك بوتل، وهتضيف 10 ملي التانيين على الانايروبيك بوتل. أما في حالة حديث الولادة فما ينفعش تسحب 20 ملي دم، ولكن أنت هتسحب 2 ملي دم. جمع عينة الدم لتحليل المزرعة. لو ضمنت إنك جمعت عينة الدم من غير ما تتلوث بأي بكتيريا وقت الجمع ويحصل كونتامينيشن للعينة، إذا أنا أضمن لك وقتها إنك هتطلع نتائج للمزرعة دقيقة ومناسبة لحالة المريض. وعشان كده لازم اللي يسحب عينة الدم لتحليل المزرعة يكون فاهم كويس يعني ايه تحليل مزرعة الدم، وايه اللي بيحصل في التحليل ده من ناحية ان احنا بنكشف عن البكتيريا، وازاي هيتم التعقيم بطريقة تضمن ان عينة الدم ما تتلوث بأي نوع بكتيريا موجودة حوالينا. في قواعد عشان تحصل على عينة دم جيدة للتحليل. اول حاجة ان انت بتبص على البوتل وتشوف تاريخ الصلاحية بتاعها، ولو لقيته منتهي ما تستخدمهاش.
تاني حاجة بتشوف البوتل بتاعة شغلك هل فيها تلف، هل الميديا متعقدة، ولو لقيت كده ما تستخدمهاش. تالت حاجة بتسحب عينة الدم من الوريد وليس الشريان. رابع حاجة تجنب سحب عينة الدم من أي قسطرة متركبة. بتعقم مكان السحب على الجلد بمطهر مناسب زي 70% الكحول أو أيودين. العينات بتاعة المزارع الدم لازم توصل لوحدة الميكروبيولوجي للشغل خلال ساعتين. هيحصل ايه لو اتلوثت عينة الدم للمزرعة ببكتيريا خارجية؟ لو اتلوثت عينة الدم المسحوبة للمزرعة ببكتيريا خارجية، بالتالي المزرعة هتدي نتائج إيجابية. وهنا دي مشكلة عند الطبيب، إن هو لما يشوف تقرير مزرعة الدم هيبقى عنده شك هل نوع البكتيريا ده بسبب إصابة المريض فعلا بالعدوى ويبتدي يعالجه، ولا مصدره إن العينة ملوثة. وبالتالي بناء على ذلك، في حالة إن المزرعة ادت إيجابي بسبب إن العينة ملوثة، وقتها المريض هيمشي على علاج بالمضادات الحيوية ملهوش لازمة لحالته، فبالتالي هيتعرض هنا لريسك تاني. بالإضافة إن فترة قعدته في المستشفى هتطول أكتر، وهنا هيبتدي يدفع فلوس أكتر، وكمان سبب حالته المرضية لسه ما وصلوش له. لو انت مش متابعنا على الفيسبوك، هتلاقينا على الفيسبوك باسم يور ميديكال تيست او تحليلك كان ايه، او على انستجرام باسم يور ميديكال تيست او تحليلك كان ايه، او على اليوتيوب باسم يور ميديكال تيست او تحليلك كان ايه.